الاهلي هيقدم شكوى لاتحاد الكوره النهارده ضد الحكم محمد معروف وادارته لمباراه الاهلي وفاركو. الحقيقه الحاجه الغريبه جدا انه المساله ماشيه كويس وسهله جدا، ومعروف مش ماتشات كتيره بيجي للاهلي، والخلفيه عنه انه راجل زملكاوي وانه صاحب النطه الجنان وانه متفاعل مع ماتشات الزمالك وانه اتقال له حب نفسك اكتر من كده. كل ده كانت دلت شويه او خفت حدته مع نجاحاته حتى الخارجيه في كاس العالم للشباب. عمل تراجع شديد جدا في المساله دي. الاهلي شايف انه كان في تربص منه كتير قوي بلعيبه الاهلي. انذار الو ديانج كان غريب جدا جدا يعني، وكان واضح انه بيتعامل مع ديانج بعنف، الحكم عنف غريب جدا. انما مع محمد هاني كانت البلوى اكتر، وده اللي مسؤول الاهلي قاله لهم في الجهاز. قالوا له المعروف بعد المباراه: يا كابتن انت عامل ماتش كويس والاهلي كسبان 4-1 وانت قليل لما بتطلع لنا بتعدي المباراه على خير، انت ليه مصعبها على نفسك وخلقت ازمه ليه؟ منطقيا بالقانون وبروح القانون انت عندك محمد هاني، اولا انت حاسب 5 دقايق، ومحمد هاني الاهلي كسبان 4-1، فما عندوش مبرر انه يضيع وقت. تفسيرك لاستهلاك الوقت ده تفسير خاطئ. انت هو اداله انذار، فبعد كده ما عجبهوش ان هاني ما تقبلش الانذار، فعايز يتلكك له ويطرده باي شكل، لدرجه انه هاني وهو خارج ازاي هو بيضيع وقت وانت يا كابتن معروف انت بتجري وراه؟ ده انت اللي بتجري وراه عشان تديله انذار، هو مش ماشي على مهله. اتفرج على اللقطه هتلاقيه هو خارج بيجري وانت بتجري وراه علشان تحقق الهدف اللي في نيتك، انك تديله انذار لسبب نفسي. انا اشوف هنا انه معروف خرج عن الاطار المنضبط في اداره مباراه من ناحيه الاداره. مهما اتقال انه اصل قانونا الانذار الثاني يطرده، ما هو الانذار الثاني ليه؟ ايه مبرره وايه دفعه؟ ده بره المنطق. حتى النتيجه 4-1 والوقت اللي انت حاسبه خلاص، واللاعب عايز يخرج بسرعه عشان زميله على الخط يلحق ينزل، وبيدي شرط الكابتن للاعيب اللي في الملعب، واذا بيك انت تجري وراه عشان تطلع له الكارت. لا، ده استغلال نفوس خاطئ جدا يعني، ده نوع من التهور من الحكم. فالاهلي بيقدم احتجاجه للجنه الحكام على تصرف محمد معروف في اداره المباراه في اكتر من قرار كان واضح جدا فيه ان هو متجني ومتحامل على الاهلي ولاعيبه الاهلي بالذات فيما يخص الانذارات وعدم حمايتهم من الفاولات. النادي الاهلي لما بيقدم تظلمه في كلام على انه على محمد معروف، في كلام على انه معروف هيكتب في التقرير بتاعه ما يدين محمد هاني عشان يجيب له عقوبه اشد، واتقال انه قال لاحد الاداريين في الاهلي بعد المباراه لسه هكتب فيه اللي انا عايزه. هنا انت مش في فصل مدرسه ولا في مدرج الجامعه يا سياده الدكتور محمد معروف، انت حكم بيحكمك القانون والمنطق، والناس كلها شافت ان انت ورطت نفسك وصعبتها على نفسك قوي وعملت لنفسك مشكله بدون داعي. اللي انت عملته مع محمد هاني كان تصرف في قدر عالي من النفسنه واللي خرجت بره اطار القانون وروح القانون كمان. فكره ان انت تفكر تكتب تقرير تاني علشان تجيب له عقوبه اشد عشان تغيبه مباراه بيراميدز، لا، كده احنا رحنا المنطقه التانيه ما يصحش نروح لها ابدا دلوقتي، لانه الاهلي عنده مباراه المحله هيتوقف فيها محمد هاني، اللي هيتوقف مباراه لانه اتطرد بالكارت الاصفر الثاني. لكن بعد كده عايز تعمل له تقرير انه عمل ايه؟ عمل ايه؟ ده خارج يجري وانت بتجري وراه. ده انت ادنت نفسك جدا، لانه اللجنه لما هتتفرج على الانذار وانت خارج تجري وراه هيقول لك ايه ده؟ ده انت مستعجل قوي، ده مش هو اللي بيضيع وقت، ده انت اللي عايز تلحقه قبل ما يخرج.